بدون أخذ إذن مسبق من الجهات المعنية بالجانب الكويتي. اعتبر هذا تنبيه وراح تتحمل مسؤوليته في حال العودة لعمليات الحفر، وبلغ سفينة ذقار والسفينة الثالثة بمحتوى هذه الرسالة. استلمت؟ استلم. بس اني انبهكم انه اني ما استلم تعليمات من اي جهة خارجية، استلم التعليمات فقط من الجهات الحكومية العراقية والقوى البحرية العراقية، واستمرار بالعمليات تستمر عمليات الحفر ان شاء الله، وانتم تتحملون المسؤولية القانونية. معاك البحرية الكويتية تنبيه وصل لك، وصار عندك خبر الحين بمنع العمليات الحفر داخل المياه الكويتية بدون اخذ اذن مسبق من الجهات المعنية بالكويت. انتهى. وكذلك انبهكم العمليات الحفر اني الاوامر اللي جتني مستمرة وبدون توقف، واي اعتراض لهذه العمليات واي اجراءات تتحملون المسؤولية القانونية. انتهت. منجد برج شيبة. احمد، هسه اكو اجتماع موجود بمجلس الوزراء، جاي يحكي الوزير ويا وزير الخارجية، واكو اجراءات جاي تتخذ. انسحاب ممنوع والبدل يتأجل. اليوم ماكو بدل، واذا ظلت المشكلة عالقة منا الباكر بلغ الضياء، وانت هسه هم بلغه. اذا ظلت المشكلة عالقة منا الباكر وحدة تدخل حفارة، وحدة تدخل تسوي بدل وترجع، ووراها الثاني، وهكذا. ما اريد نقطة ضعف، وبالتالي بعد تنسد علينا القناة الملاحية ويسجل علينا بالتاريخ انه احنا جبناء وبعنا بلدنا. هذا الموضوع ترى كلش ياكل ويشرب وياي. خليهم باقين اليوم، والمشكلة ما راح تطول. اكو اجراءات هسه سياسية جاي تتخذ وينحل الموضوع.